بص، خلينا متفقين ان المجرمين كتير وما بيخلصوش، وكل واحد منهم بيشكل خطر مختلف عن التاني. يعني واحد بيسرق، واحد بيقتل، واحد بيخطف كده يعني. بس اخطر المجرمين مش اللي بيعمل جريمة كبيرة، لا، ده اللي تفكيره بيكون مختلف. يعني ازاي قدر ان هو يحير الشرطة عشان ما تعرفش توصل له، وايه هي طريقة تخطيطه للجريمة. والمجرم الذكي اخطر مليون مرة من اي مجرم تاني، لان هو بيبقى عارف ازاي يخفي اي دليل وراه، وبيقدر ان هو يبعد الشرطة عنه. وفي نفس الوقت بيكون طريقة تنفيذ الجريمة مش متوقعة، والنوع ده بالتحديد هتلاقيه عايش بينا ومحدش بيشك فيه، لدرجة ان هو بيكون قريب جدا من الشرطة ومن التحقيقات، بس محدش بيتخيل ان هو ده ممكن يكون المجرم من كتر ما هو كان ذكي جدا في التخفي. قصتنا النهاردة بتحكي عن بنت اسمها دينيس هوبر، اختفت وبعد 3 سنين من اختفائها تكتشف الشرطة احداث غامضة، وبعد كده يلاقوها في مكان حقيقي هيصدمك. ايه هي قصة البنت دي واختفت ازاي ولقوها فين؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. معاكم عمر، ولا نبدأ الحلقة؟ لايك واشتراك وكومنت اعملهم، بعد كده تعالى اتفرج على الحلقة. عملتهم؟ تمام كده. في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في واحد من الأحياء الراقية اللي كان بيسكنها الأغنياء، كان في بنت اسمها دينيس هوبر، وكان عندها أخ اسمه جيف هوبر، وكانوا بيعيشوا مع عائلتهم عادي. وكانت البنت دي بتدرس علوم اجتماعية في جامعة كاليفورنيا، واتخرجت منها سنة 1990، ووقتها كان عندها 23 سنة. بس بعد كده معرفتش تشتغل في مجالها، واشتغلت ويتر في مطعم قريب من بيتهم. وما كانش عندها اي نوع من انواع الاحباط، لانها كانت بتعتبر شغلها في المطعم ده مرحله مؤقته لحد ما تلاقي الوظيفه اللي كانت دايما بتحلم بيها. ودينيس كانت شخصيه اجتماعيه، وكانت دايما بتحب الناس، وبرضه كل الناس كانوا بيحبوها، وكانت من النوع اللي بيعمل صداقات كتير. وتعرفت على زميلها في المطعم اللي كان اسمه ستيفن، ومع الوقت حبها، والكل كان بيحكي عن قصه حبهم وانهم ما كانوش هيفرقوا بعض. وفي يوم من الايام ستيفن حجز تذكرتين لحفله موسيقيه عشان يقضي يوم حلو مع دينيس، والموضوع ده كان سنه 1991. دينيس كانت مبسوطه ومتحمسه جدا للحفله لانها كانت بتحب الفرقه دي جدا. بس قبل الحفله بكام ساعه تحصل حاجه غريبه جدا، وهي ان ستيفن يقول لها ان هو مش هيقدر يروح الحفله لان هو كان عنده حاجه مهمه وشغل مضغوط عليه جدا في المطعم. ودينيس كانت مصممه ان هي تروح الحفله، فقال لها ان هو هيدي تذكرته لصاحبه روبرت وهو يروح معاها بداله. المهم روبرت ده بيشتغل معاهم في نفس المطعم. وفي معلومة تانية مهمة بس مش هقولها لك دلوقتي. المهم دينيس وافقت ان هي تروح معاه ورتبت كل حاجة، وبلغت امها ان هي رايحة الحفلة وهترجع متأخر. وبعدها طلعت مع روبرت بعربيتها لحد الحفلة، وبعدها اليوم عدى عادي وخلص. بس تاني يوم الحفلة راحت ام دينيس اوضتها عشان تطمن على بنتها، بس الغريب ان هي ما لقيتهاش، وعربيتها برضه ما كانتش موجودة، ومن الواضح ان هي ما جاتش البيت اصلا. امها قالت ان هي ممكن تكون اتاخرت وراحت تبات عند صاحبتها مثلا. فبعد كده راحت امها الشغل وما شغلتش بالها باي حاجه. المهم رجعت الام من الشغل عشان تتفاجئ ان دينيس برضه مش موجوده. هنا بدا ابوها وامها يحسوا بالقلق، لانهم كانوا متعودين ان بنتهم لو هتبات بره كانت بتبلغهم، بس المره دي ما كانش في اي اخبار. وتعدي ساعات طويله وبرضه ما فيش اي اخبار. قررت الام ان هي تتصل بصاحبتها تيمي اللي كانت صاحبه دينيس المقربه، وتيمي ترد رد صادم جدا للام، وتقول لها ان هي مش فاهمه هي بتتكلم عن ايه، لان هي امبارح ما شافتش دينيس اصلا. وقالت ان هي تتصل باصحابها كلهم اللي هي ممكن تكون عندهم. والغريب برضه ان كله كان بيقول ان هو ما شافهاش خالص. فقررت ان هي تكلم روبرت اللي ان هو كان اخر واحد معاها وشافها، وبرضه كان رايح معاها الحفله. اكيد روبرت عنده اخبار، او على الاقل يعرف مكانها. روبرت قال لها ان الحفله خلصت في وقت متاخر، ودينيس وصلته على بيته كانت الساعه 2 الفجر. واول ما وصل لبيته نام وما يعرفش حصل لها ايه، رجعت بيتها ولا راحت فين هو ما يعرفش. المهم الحوارات دي كلها خلت صحابها وعيلتها يقلقوا عليها جدا. وتيمي صاحبتها قالت ان هي تركب العربيه وهتروح في طريق الحفله رايح جاي، وممكن هناك تلاقي اي دليل ممكن تكون عملت حادثه مثلا. وفعلا بدات تتحرك وشافت عربيه لفتت انتباهها جدا شبه عربيه دينيس، والعربيه كانت واقفه على الطريق السريع. وقررت ان هي تقف عشان تشوف هي ولا لا، وفعلا تطلع عربيه دينيس واللي نوعها هوندا 1988. بس دينيس مش جواها، واللي لاحظته ان فردة الكاوتش بتاعت العربية كانت نايمة. فاتصلت على اهل دينيس وقالت لهم ان هي لقت العربية، بس العربية موجودة هنا ليه هي ما تعرفش. والكلام ده كان الساعة 10 بالليل. وهنا اهل دينيس قرروا ان هم يبلغوا الشرطة، وقالوا لهم على مكان العربية. وخلال وقت قليل جدا كان اهل البنت والشرطة كانوا واقفين عند العربية، وبدأوا يلفوا حواليها عشان يشوفوا اي دليل. وهنا بقى بدأوا يلاحظوا حاجات خلتهم يقلقوا اكتر على البنت. وزي ما قلت لك الكاوتش كان نايم، والبطاريه بتاعت العربيه ما كانتش شغاله،
وكان في جزء كبير من الشباك مفتوح، وبتوقعاتهم قالوا ان دينيس سابت العربيه نورها شغال وهي مبطله عشان تشوف حل للكاوتش اللي نايم، عشان كده البطاريه بتاعت العربيه فصلت. بس الغريب بقى ان العربيه فاضيه وما فيهاش مفاتيح ولا اي حاجه تخص دينيس. والشرطه هنا بقى قررت ان هي تاخد اهل دينيس للتحقيقات، وبعد كده بداوا يسالوهم عن شكل البنت. راحت ام البنت ورت لهم صوره ليها، وقالت لهم ان يوم الحفله دينيس كانت لابسه فستان اسود وجاكيت اسود وكعب عالي. فالشرطه بدات تدور في المنطقه على اي دليل ممكن يساعدهم، بس للاسف ما كانش في اي فايده. بس بعد تكثيف البحث وان هم يجيبوا كلاب يقدروا يتبعوا اثارها بيها، لقوا اخر الاثر ان مفيش برضه دليل مقاومه او اختطاف او حاجه زي كده، ولا حتى في دم على الارض. والكاوتش برضه محدش هو اللي خرمه او هو اللي قطعه او حاجه زي كده، وده اكبر دليل ان دينيس نزلت من العربيه بارادتها. طب السؤال المهم بقى، ليه تنزل من العربيه اصلا؟ بص، خلينا نحط نفسنا مكان الشرطه ونحلل اليوم بطريقه مختلفه، او نبص للموضوع من زاويه تانية عشان نقدر نوصل للتفاصيل. بما ان روبرت هو اخر شخص قابلته دينيس، فهو اول واحد هيتم استجوابه، واما استدعته الشرطه للتحقيقات بدا استجوابه تحت جهاز كشف الكذب. والغريب بقى ان روبرت جاوب بكل صدق حوالين الاسئله اللي اتوجهت له، وقال ان يوم الحفله ستيفن اللي كان بيحب دينيس اتشغل في الشغل، واعتذر لها واقترح عليها ان هي تروح مع روبرت. وراحت الحفله معاه عادي، بس بعد ما الحفله ما خلصت ما روحوش على طول، راحوا بعدها المطعم عشان يتعشوا. وهنا روبرت قال ان هو تقل في الشرب لدرجه ان هو ما كانش قادر يقف على رجله، وقال انهم بعد ما خلصوا عشاء وصلته لبيته وما تواصلش معاها تاني، ومن وقتها ما يعرفش ايه اللي حصل. وفي وسط الكلام الشرطه تسال روبرت عن علاقته بدينيس وطبيعه شخصيتها معاه وعلاقتها بالناس اللي حواليها. وهنا روبرت قال معلومه مهمه جدا، والمعلومه صدمت المحققين كلهم وما كانتش في صف روبرت خالص، وهي ان روبرت كان بيحب دينيس واعترف لها بحبه قبل كده، واعترف لها اكتر من مره وكانت بترفضه، وكانت بتقول له انت مجرد صديق مش اكتر. وهنا بقى نقدر نقول ان روبرت قرر ان هو ينتقم من دينيس عشان ياخد حقه منها. وبرضه حط في بالك ان هو ما كانش واعي اليوم ده وكان شارب كميه كبيره من الخمره، فممكن يكون جدا ده اللي حصل. بس برضه روبرت كان بيتكلم بثقه ومش خايف، وكان مستعد جدا ان هو يساعد الشرطه في البحث عن دينيس. وبرضه عدى اختبار كشف الكذب بانه صادق، وان هو ما شافهاش بعد الحفله، وان هي برضه وصلته لحد البيت وما يعرفش اي اخبار عنها. وبرضه لحد دلوقتي مفيش اي دليل ادانه عليه. طب خلينا برضه ناخد الموضوع من جنب تاني، وهو ان الشرطه برضه لازم تحقق مع الناس القريبين من دينيس. وكان تاني واحد الشرطه تحقق معاه هو ستيفن حبيب دينيس، وقال ان هو حجز تذاكر الحفله وكان متحمس جدا بس ما قدرش يروح بسبب شغل مهم جدا في المطعم. ودينيس كانت بنت طيبه وملهاش اي عداوات. وقال برضه معلومه مهمه جدا، وهي انه كان شاكك ان دينيس بتخونه مع روبرت، والموضوع ده برضه كان مضايقه. وهنا بقى نسال السؤال اللي جه في بالك دلوقتي، طالما ستيفن شاكك ان دينيس على علاقه بروبرت، ليه خلاها تروح معاه الحفله؟ لا، ده هو اللي جايب لهم التذاكر كمان. وستيفن فعلا كان عنده شغل مهم ولا الموضوع كان وراه حاجه تانية؟ ستيفن هو اللي حجز التذاكر وهو اللي كان مخطط لكل حاجه، وهو برضه اللي قال لها روحي مع روبرت، يعني هو ممكن يكون ورا الموضوع. بس بالرغم من ده كله، ابو وام دينيس كانوا واثقين ان ستيفن وروبرت مش ممكن يأذوا البنت، ودول برضه اصحابها القريبين جدا وما كانش في شك فيهم. بس الشرطه ملهاش علاقه بالكلام ده، وبدات دايره التحقيق تتوسع، وراحوا المطعم عشان يسالوا زمايلهم عن ستيفن وروبرت. وزمايلهم في المطعم قالوا ان فعلا ستيفن كان موجود في المطعم اليوم ده، وبكلامهم ده موقف ستيفن بقى كويس لحد دلوقتي. وبرضه مفيش اي دليل جنائي يقول ان دينيس حد اعتدى عليها او خطفها او حاجه زي كده، والاحتمال الكبير بيقول ان دينيس قررت ان هي تهرب بمزاجها، وده برضه شيء وارد. بس اهلها كانوا بيقولوا ان الموضوع ده مستحيل يحصل، اولا لان اهلها كانوا بيثقوا فيها جدا والبنت طموحه وبيحبها كل الناس. تاني حاجه، البنت كان مستحيل يعدي عليها يوم ما تشوفش فيه اهلها واصحابها. وهنا برضو القضيه تتعقد اكتر بكتير، لدرجه ان اهل البنت قرروا ان هم يعملوا اعلانات في التلفزيون عشان يدوروا عليها، واي حد عنده معلومه يساعدنا، وحطوا جايزه قيمتها $5000 لاي حد يساعدهم. وفي خلال ايام بسيطه ينتشر الخبر جامد وصورها هتبقى في كل مكان، وناس كتير جدا اتعاونت معاهم، بس برضه ما كانش فيه اي فايده. وتعدي ايام وشهور واهل دينيس يبقى عندهم احباط ان هم يلاقوا البنت تاني، وكان دايما يجي لهم وسواس ان هي اتخطفت، وخصوصا ان بعض المحققين في الموضوع كان عندهم شك في نفس الحاجه، وبرضه مفيش اي دليل يقولوا ان هي مخطوفه وعايشه ولا ماتت. وكل المعلومات اللي كانت بتوصل لهم ما كانتش صح ومش مفيده. بس جه احد الاشخاص وهي بنت كانت بتشتغل في توزيع الجرايد، وقالت ان هي في يوم من الايام كانت رايحه شغلها الصبح وشافت عربيه عطلانه في نفس المكان اللي لقوا فيه عربيه دينيس، وما كانش فيها اي حد. بس برضه الشرطه ما استفادتش حاجه من الكلام ده، لان المعلومه دي هم عارفينها اصلا.
بس الغريب بقى ان كان في كابينة تليفون موجودة في المكان اللي جنب العربية، فكانت دينيس ممكن تكلم اهلها لو هي في مشكلة. بس ده برضو ما حصلش، وتمر شهور وسنين على الحادثة ومحدش يعرف دينيس دي راحت فين. فخلينا نركن القضية دي كلها على جنب ونركز في حاجة تانية هتخلينا نعرف التفاصيل. في شهر يوليو سنة 1994، يعني بعد حادثة دينيس ب3 سنين، وتحديدا على بعد 400 ميل في ولاية أريزونا، كان في واحد ومراته اسمهم جاك وإيلين، والاتنين دول كانوا محتاجين يشتروا شوية دهانات لشقتهم، واللي كانوا متعودين يشتروا اي دهانات من سوق معين. وفي وقت الشراء قابلوا شخص عجبهم الوان الدهانات بتاعته، وهنا بدأ التفاوض ما بينهم، وقال لهم ان هو عنده دهانات احسن من دي عنده في البيت، وقال لهم لو عاوزين تشوفوها ممكن اوريها لكم. وطلب منهم ان هم يمشوا وراه بعربيتهم، وبيته كان قريب من السوق. وصلوا للبيت وشافوا الدهانات اللي عنده وقعدوا يتكلموا شويه، وقال لهم ان هو كان جاي البيت ده من 6 شهور، يعني يعتبر ساكن جديد. وفي اللحظه دي شافوا حاجه ما ريحتهمش، بس محدش اتكلم، واخدوا الدهانات وحطوها في عربيتهم ومشيوا. واول ما ركبوا العربيه قعدوا يبصوا لبعض كانهم بيقولوا شفت اللي انا شفته. وقالت إيلين لجوزها ان هي مش مرتاحه للراجل ده، واللي شافوه هي عربيه من شركه اسمها رايدر، وكان نوع من انواع العربيات اللي بتستخدم في نقل الاساس، وكانت واقفه عند مدخل البيت وعليها تراب، وواضح ان هي ما اتحركتش من فتره طويله. وكل واحد من الاتنين دول خد رقم العربيه من غير ما ينتبه الراجل، وسالوا بعض الراجل ده عنده العربيه دي ليه طالما هو معزل من فتره كبيره. ليه الراجل ما رجعش العربيه دي للشركه؟ اكيد الراجل ده كان سرق العربيه دي. وبداوا يفكروا في صاحبهم الضابط ان هم يكلموه ويحكوا له اللي شافوه، وقرروا ان هم يدوا رقم العربيه وهو يحقق في الموضوع. وفي اليوم اللي بعده قال ان هو اتصل بيهم وفعلا لقى العربيه دي مسروقه من 6 شهور، ده متبلغ عنها كمان. واحساس الزوجين ان العربيه دي مسروقه كان صح، فقرر الضابط ان هو يروح يشوف العربيه بنفسه. بس لما راح ما كانش الراجل موجود، فبدا ان هو يفتش المكان ويراجع على كل حاجه في العربيه، واللي كان حوالين عجل العربيه شويه زرع طالع، وده اللي يأكد ان العربيه ما اتحركتش من مكانها من فتره طويله، وتحديدا من وقت ما الراجل ما سرقها. وفي الجزء الخلفي بتاع العربيه الضابط شاف حاجه مش مفهومه، وهي شويه سلوك طالعه من العربيه، وفي حوالين العربيه في براميل مواد كيميائيه. هنا بدأ تفكير الضابط يتغير، وان العربيه دي مش مجرد مسروقه، لا ده العربيه دي وراها حاجه اكبر بكتير، وممكن يكون العربيه دي جواها مخدرات او معمل مخدرات. فالضابط رجع الاسم واستدعى فريق مكافحه المخدرات، وفي خلال ساعه اتجمعوا وراحوا للبيت تاني وكسروا كل الاقفال اللي على العربيه، ولقوا جوه العربيه كميه كبيره من علب الدهانات وفريزر. والاسلاك اللي كانت طالعه من العربيه دي كان عشان توصل كهرباء للفريزر اللي جوه، بس برضه ايه اللي يحط فريزر في العربيه؟ فقرروا ان هم يفتحوه، ما كانوش مستعدين خالص للصدمه اللي لقوها. اول حاجه هي كيس اسود كبير ودم متجمد في الفريزر، واما فتحوا الكيس ده لقوا دراع بني ادم جواه، وكانت متجمده بقالها فتره. واما فتحوا كيس تاني لقوا جواه راس انسان محطوطه في كيس ابيض، واول ما اتفتح الكيس من هنا كانت الصدمه لكل اللي واقفين. الراس فعلا راس بشري، وتهيأ لهم ان الراس دي كانت راس بنت، ولاحظوا ان كان في قطعه قماش محطوطه في زورها متثبته بلزق. وهنا عرفت الشرطه ان دي مش مجرد قضيه سرقه ولا قضيه مخدرات، الموضوع اكبر بكتير وفي قضيه قتل عمد. وفي الوقت ده لقوا عربيه بتقرب ناحيه البيت، وفهموا ان الراجل ده صاحب البيت، فقرروا ان هم ينزلوا من العربيه وما يقولوش هم شافوا ايه في العربيه، بس هيقبضوا عليه بتهمه السرقه. واما ناخدوا الاسم نبقى نستجوبه ونعرف الراجل ده مين ووراه ايه. والشخص ده يطلع اسمه جون جوزيف، وده بياع دهانات عنده 39 سنه، وكان عايش لوحده في البيت. دخل عليهم الراجل وهو كان مستغرب الشرطه جدا. الشرطه قالت له انت متهم بسرقه العربيه دي. رد عليهم بكل هدوء ان هو كان ناوي يرجعها، وقالوا له ان هم مالهمش دعوه كان ناوي يعمل ايه، هم هياخدوها. واخدوا الجسم اللي لقوه في الفريزر عشان يحققوا ويشوفوا ده بتاع مين، واخدوا معاهم جون للتحقيقات، واللي كان هادي جدا وكان بيجاوب على كل الاسئله بهدوء لحد ما سالوه عن الفريزر اللي كان جوه العربيه. وهنا رفض جون ان هو يتكلم وقال لهم ان هو محتاج محامي. وهنا الشرطه اتاكدت ان جون عارف ايه اللي كان جوه العربيه، لانه اعترف على نفسه فعلا ان هو اللي اجرها وهو اللي كان هيرجعها. وازاي برضه العربيه جواها جثه وهو ما يعرفش؟ وفي نفس الوقت راحت الشرطه لبيت جون عشان يفتشوه، ممكن يلاقوا هناك حاجه اسوأ، وانهم ممكن يكونوا بيتعاملوا مع قاتل محترف. ودخلوا البيت لقوا كتير من الاسلحه وفوضى في كل حته، وبعدها دخلوا البدروم ولقوا شاكوش عليه دم. وهنا اتاكدوا ان الموضوع بيزيد سوء، وكل ما بيدوروا اكتر بيلاقوا حاجات افظع من اللي قبلها. وبرضه لقوا لوح خشب على الارض، واول ما رفعوه لقوا تحتيه حفره كبيره تحت البيت،
وقالوا ان احتمال كبير يكون في جثث في الحفرة دي، والفريزر اللي لقوه في العربية ده كان مجرد بداية بس. وبدأوا ان هم ينزلوا واحد ورا التاني، بس الحفرة كانت كبيرة جدا، والراجل ده شكله قعد كذا يوم عشان يحفرها، والشرطة جابت كلاب عشان يشموا ريحة الجثث اللي كانت في المكان، بس ما كانش فيه اي نتيجة. واضح ان الحفرة دي كان ليها هدف تاني. بس بالرغم ده كله برضه لسه في شعور بالقلق. بس بعد البحث لقوا صندوق مكتوب عليه كريسماس. هم فتحوه لقوا شوية حاجات، هي فستان اسود وجاكيت اسود وجزمة سودا وسلسلة وخاتم، وكل حاجة كان عليها دم. افتكر كده دينيس كانت لابسه ايه في الحفله؟ والقاتل ده كان محتفظ بملابس ضحيته في البيت. مش بس كده، ده كان مخبي فاتوره الفريزر اللي حطها فيه، واللي كان موجود فيها تاريخ الشراء، وهو بعد ايام من اختفاء دينيس. فالطبيب الشرعي بدا ان هو يشرح الجثه، بما انها كانت في فريزر ده سهل عليهم الموضوع جدا. وبعد ما فحصوا البصمات اكتشفوا ان هي جثه دينيس، واكتشف الدكتور بعض الدي ان ايه بيقول ان هي تم الاعتداء عليها، وكان سبب الوفاه بتاعها هو ضربه قويه باداه تقيله على راسها، وتم تقديرها ب 30 ضربه. وغالبا الاداه دي هي المطرقه اللي لقوا عليها الدم. وجمجمه دينيس كانت متكسره. وجون كان لابس الجريمه من كل حته، الا انه برضه كان بينكر اي حاجه، وان هو ما يعرفش دينيس اصلا. واكتشفوا ان الفريزر كان متوصل بكهرباء بيت جنب بيته، وراحوا يحققوا من الجار اللي هو كان بيتاخد من عنده كهرباء، عشان يكتشفوا ان الجار ده هو ام جون، يعني امه كانت مشتركه معاه في الجريمه. بس اتضح ان هي ما كانتش تعرف حاجه. واما سالوها عن السلك ليه متوصل عندها في البيت، قالت ان ابنها ما كانش معاه فلوس وطلب منها كهرباء، فهي طبيعي ادت له. وجون كان محتفظ بكل ممتلكات دينيس، كل حاجة عنده محتفظ بيها من 3 سنين. وجثة دينيس كانت لسه في الفريزر. بس برضه مين الراجل ده وايه علاقته بدينيس؟ وايه الدافع اللي يخليه يعمل كل ده؟ والغريب بقى ان جون كان محتفظ بكل الجرائد اللي نشرت اخبار دينيس، وكان متابع القضية من بدايتها. بس برضه نرجع تاني، ايه علاقة دينيس بجون؟ اما نرجع للماضي بتاع جون نقدر نعرف ان هو ما كانش شخص عادي، لا ده كان شخص خطير. والشرطة كانت بتبحث في دايرة الاشخاص اللي كانوا يعرفوه، ولقوا ان هو كان على علاقة ب5 بنات، وكل واحدة فيهم شهدت بحاجة على جون. اول واحدة قالت ان جون حاول ياخدها في منطقة صحراوية، وحاول ان هو يخنقها، وقدرت ان هي تهرب منه بصعوبة وما بلغتش الشرطة. وباقي البنات شهدوا ان جون غريب وبيعمل تصرفات غريبة، وكان دايما بيتعامل معاهم بعنف ونفسيا مش مظبوط. بس برضه دينيس ما كانتش تعرفه او كانت على اي علاقة بيه. بس دينيس كانت شبه واحدة هو يعرفها، ومن المتوقع ان هو عمل كده كنوع من انواع الانتقام. مش عارف ينتقم منها هي، يقوم ينتقم من واحدة شبهها. راجل عاقل جدا والله. وفي احتمال تاني بيقول ان هو اختارها بسرعة عشوائية. وجون برضه رفض ان هو يعترف باي حاجة. قاموا جابوا له ظابط كف ايده اكبر من وش جون، وهاتك يا ضرب لحد ما جون اعترف بكل حاجة. لا انا بهزر معاك، ده ما بيحصلش في امريكا. الشرطة اكتشفت ان جون كان عنده مستودع في كاليفورنيا، واللي كان بيحط فيه الدهانات، واللي كان موجود على بعد دقايق من قرب المكان اللي عطلت فيه عربية دينيس. والشرطة راحت المكان ده ولقوا فيه أوضة صغيرة شبه أوضة النوم، وكانت الشبابيك كلها متغطية وما كانش فيه أي حاجة غريبة. بس قررت الشرطة ان هي تستخدم مادة اسمها الليمينول، والمادة دي بتكشف الدم حتى لو اتمسح، واللي بيستخدمها الطب الشرعي في مسرح الجريمة. ولقوا كمية دم كبيرة جدا في المستودع، والدم ده برضه طلع بتاع دينيس. والشرطة بقى واضح ليها الموضوع جدا وكل سيناريو بتاع احداث القضية. واللي حصل هو ان كاوتش العربية اتخرم في الطريق. نزلت دينيس من العربية وعدى عليها جون عشان يساعدها، بس نزل من العربية خد معاه المطرقة، خبطها على دماغها وشدها للعربية. وده عرفناه من جزمة دينيس عشان كان عليها اثار خدوش، يعني كان بيشدها على الاسفلت، وهي برضه كانت بتقاوم. واخدها للمستودع ونفذ الجريمة واعتدى عليها. وبعد كده حط جثتها في كيس اسود، واشترى فريزر وحط جثة دينيس فيه، وما سابش اي دليل وراه، لدرجة ان الجريمة دي محدش اكتشفها غير بعد فترة طويلة وبالصدفة. واما جه يعزل من البيت اللي كان عايش فيه، اجر عربية واجر شخصين، وقال لهم ان هم يشغلوا الفريزر ده كل ساعتين، عشان هو كان شايل فيه لحمه ومش عايزها تبوظ. وطبعا السواقين ما حطوش في بالهم حاجه. نسال برضه سؤال مهم، الراجل ده محتفظ بجثه دينيس ليه؟ الشرطه توقعت ان هو لما حفر الحفره كان عايز يدفن دينيس، لانه برضه ما عملش كده وما كانش واضح عليه اي علامات الندم. والاخر القصه جون ما اعترفش باي حاجه. واما قالوا له الدي ان ايه بتاعك موجود فيها، قال لهم مش انا برضه اللي عملت كده. طب الادوات في بيتك؟ يقول لهم برضه ما عملتش حاجه. بس كل الادله كانت كافيه ان هو يتحكم عليه. واثناء المحاكمه يتبين ان جون كان بيعاني من طفوله مرعبه،
ومفيش اي شك ان الموضوع ده كان بيأثر عليه. امه كانت دايما بتزرع فيه الخوف من البنات بشكل عام، بس مش كل واحد عنده عقدة يطلعها على حد بريء. وبالفعل سنة 1996 تمت إدانة جون بالقتل العمد، وإنه خطف دينيس وقتلها. ولحد هنا تنتهي قصتنا. عاوزك تكتب لي في الكومنتات بقى استفدت إيه من القصة دي. أنا عن نفسي استفدت إن لو في شخص غريب أو بيعمل تصرفات غريبة أو شخص معتدي مثلا، ما ينفعش إنك تسكت عليه، عشان ممكن أذاه ده يطول أي حد بريء. والبنت اللي تجاهلت تصرف جون معاها انه كان بيحاول يقتلها دي كانت سبب كبير جدا في اللي حصل. لو كانت بلغت عنه ما كانش يحصل ده كله. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان تشوف الحلقات اللي جاية. سلام.